بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا يا رب. طلاب الصف الأول الثانوي، يلا يا شباب نحل مع بعض الاختبار التراكمي رقم 1 بتاع الدرس الأول، تنظيم البيانات في المصفوفات. السؤال الأول بيقول لحضرتك اختر الإجابة الصحيحة. بيقول لك إذا كانت المصفوفة اللي هي اسمها ألف بواحد وواحد وس ناقص واحد وواحد وتلاتة وخمسة وسالب واحد وخمسة وستة، قال لك دي مصفوفة متماثلة. فحضرتك لازم تكون عارف يعني إيه مصفوفة متماثلة. بنعمل دايرة حوالين القطر الرئيسي كده اهوت، ولازم العناصر تكون متماثلة حواليه. يعني ايه يا أستاذ متماثلة حواليه؟ يعني هنا واحد لازم يكون قصادها واحد، بص هنا خمسة لازم يكون قصادها خمسة. تعرف تقول لي بقى يبقى ايه بيساوي ايه؟ لازم جدع. يبقى المفروض س ناقص واحد بتساوي سالب واحد اهو. يبقى س ناقص واحد بتساوي سالب واحد. سالب واحد هيروح الناحية التانية بعكس الإشارة بموجب واحد، فاللي ينزل هنا س. سالب واحد وموجب واحد يبقى الإجابة إيه؟ صفر، اللي هو الاختيار باء. لازم تكون عارف النظري بتاع المصفوفات كويس. يلا السؤال اللي بعده رقم 2. بيقول لك إذا كانت المصفوفة أ بتساوي 2 سالب 3 سالب 1 4، والمصفوفة بقى بتساوي 2 سالب 1 نص كاف 4، والألف اللي هتحل السؤال أهو أ بتساوي الباء مدور. طب ما تيجي نكتب الألف اللي هي كام؟ 2 سالب 3 سالب 1 4 بتساوي باء مدور. ما تدور به يلا يا باشا. يعني الصف خليه عمود، يعني هنا 2 وتحتها سالب 1، وهنا نص كاف وتحتيها 4. تمام، 10 على 10. أساوي بقى الأرقام المتناظرة، خد بقى كده الاتنين كده كده بتساوي الاتنين، وهنا السالب واحد سوى السالب واحد. يبقى فاضل إيه يا كابتن؟ بيساوي إيه بقى؟ يبقى المفروض نص كاف بتساوي سالب التلاتة. أي كسر عايز تتخلص منه اضرب في معكوسه الضربي في الطرفين. اضرب في معكوسه الضربي في الطرفين. معكوسه الضربي يعني بنشقلب الكسر، الاتنين مع الاتنين والواحد مع الواحد. يبقى الكاف بتساوي سالب 3 في 2 اللي هي تدينا كام؟ سالب 6، اللي هو الاختيار د. السؤال رقم 3 يقول لك إذا كانت المصفوفة أ بتساوي الأرقام اللي قدامك ده. طبعا دي مصفوفة على النظم كام في كام؟ كام صف وكام عمود؟ أدي واحد اتنين تلاتة، تلات صفوف في كام عمود؟ بص كده أدي واحد اتنين، يعني في عمودين. حلو. أنا عايز ألف واحد اتنين زائد ألف تلاتة اتنين تجمعهم لي. يعني إيه ألف واحد اتنين؟ عايز الرقم صف أول عمود تاني. الصف الأول أهو يا باشا، فين العمود التاني؟ خمسة، يبقى خمسة زائد. تعال نجيب ألف تلاتة اتنين صف تالت، الصف التالت أهو. العمود التاني اللي هو سبعة، يبقى خمسة زائد سبعة اللي هي 12، اللي هو الاختيار باء. السؤال رقم 4. إذا كانت المصفوفة اللي قدامك ده بتساوي المصفوفة دهيت مدور. طب ما يا عم سهل، تعال نكتب كده المصفوفة ديت اللي هي هنا واحد وهنا س وهنا اتنين، سالب واحد وهنا ستة وهنا خمسة. يلا بتساوي ايه بقى؟ دور ديت دور. يعني ده صف خليهن عمود يبقى واحد وسالب واحد، واللي بعده صف خليهن عمود سالب تلاتة وتحته ستة، واللي بعده هنا اتنين وتحتها صاد. هتساوي، هتخلص الناتج في ثانية. هنا السين الرقم الصف الأول العمود الثاني أساويها بالرقم اللي هناك الصف الأول العمود الثاني، يعني السين بتساوي سالب 3. طب نساوي إيه تاني؟ ما هو هنا الصاد بتساوي الرقم اللي هناك اللي بينظرها، يبقى الصاد بتساوي الخمسة. طب أنت عايز إيه؟ س في صاد، يعني سالب 3 في 5 بتساوي كام بقى؟ سالب 15، اللي هي الاختيار ألف. السؤال رقم 5 سؤال برضه مهم. بيقول لك إذا كانت المصفوفة اللي هي واحد زائد ت وواحد ناقص ت وجا س وواحد بتساوي المصفوفة أ وباء وج ودال، إيه اللي هتحل السؤال؟ أهي بيقول لك أ في باء في ج في دال بتساوي واحد. خلاص، طب ما انا اجيب لك أ وب وج ودال واضربهم واساويهم لك بواحد. وبيقول لك السين من صفر لباي على الاتنين، يعني انت في الربع الاول هنعرفها دلوقتي. يلا هنساوي بقى، عرفني من فوق بقى. يلا الألف من هنا هتساوي اللي بتنظرها هناك اللي هو ألف واحد زائد ت، يبقى الألف بتساوي واحد زائد الت. يلا مليني تاني الب بقى، قول أنت. واحد ناقص الت. مليني الجملة وجدع اللي بتنظرها هناك جاسين. مليني الدال يا باشا، يبقى الدال بتساوي الواحد. هو بيقول لك ايه بقى؟ ألف في باء في جيم في دال بواحد. طب ما تملين الألف وخليك شاطر وأساسيات في الرياضة كده إيه مية مية. الألف واحد زائد ت، في الباء واحد ناقص ت،
في الجيم جاسين في الدال اللي هي واحد بتساوي واحد. شايف أساسيات الرياضة جميلة ازاي؟ يلا اضرب الاول هنا في الاول هنا. الاول في الاول ناقص التاني في التاني، فاكر الترم الاول؟ طب الاول في الاول هيدينا واحد ناقص التاني في التاني ت في ت بت تربيع. اقواس اهي يا باشا، وجاسين في واحد بجاسين كل ده بيساوي واحد. ما انت عارف ان ت تربيع ده هي بسالب واحد، وفي سالب قبلها يبقى موجب واحد، يبقى كام؟ اتنين جاسين بتساوي واحد، على اتنين وعلى اتنين يبقى الجاسين بتساوي نص. ولو تفتكر الترم الأول كنا بنقول جا موجبة في ربعين، الربع الأول والربع التاني. الربع الأول دي بتكون الزاوية الحادة اللي احنا بنعملها بالشفت، الربع التاني كان بيبقى 180 ناقص واللي تطلع بالشفت بحطها هنا. طب انت عايز ايه؟ ده هو اصلا هنا بيقول لك انت من صفر الباي على الاتنين فوق اهو. يعني انت ربع اول، ما هو الربع الاول بيتجاب بالشيفت بقى، شيفت ساين نص، هتلاقي السين طلعت معاك ب 30. طب هو عايزها تقدير دائري، لو تفتكر كنا بنضرب في باي على 180 اللي هي هتطلع مع حضرتك باي على 6. باي على 6 اللي هو الاختيار باء. السؤال رقم 5 بيقول لك إذا كانت المصفوفة أ بتساوي العناصر اللي جواها اللي هي جا 30 و1 وظا تربيع 60 وظا 45، والباء م ناقص جاتا 60، وده عنصر لوحده على بعضه كده اهو اسمه م ناقص جاتا 60، مش ده لوحده ده لوحده، وهنا واحد، وهنا ف تربيع زائد ق تربيع 45 على بعضها، تمام، وهنا ن تربيع زائد جاتا تربيع 90 على بعضها، دي حاجة واحدة. والناحية التانية برضو نفس الحكاية. طب هو بيقول لك ساويهم ببعض، حاضر يلا قول لي كده هساوي ايه؟ هساوي جا 30 بتساوي م ناقص جاتا 60. حلو، طب ما تيجي نحلها يلا. تعال نغير اللون كده يلا، نظبط دنيتنا كده ونشيك الدنيا. جا 30 بنص بتساوي م ناقص وجاتا 60 بنص. ايه رأيك سالب نص مودين الناحية التانية هنا بموجب نص، فنص زائد نص بواحد مش بربع يا ولا يا واد، نص جنيه ونص جنيه بيدينا جنيه. طيب حلو، طب هنساوي اللي بعدها يلا، قول لي كده هنساوي ايه بايه؟ هنساوي برضو خلاص كده كده الواحد هنا قد الواحد هنا. طب ايه رأيك اما اقول لك ظا تربيع 60 بتساوي فاء زائد كام بقى؟ قا تربيع 45. يلا نحسب كل واحدة لوحدها اهو. ظا 60 خد بالك بجذر 3 وهنا أس 2 زائد ف، آسف هنا يساوي صح، تعالى نمسحها كده، تعالى نمسح، نكتب مكانها ايه بقى؟ اهو هنا بيساوي وهنا زائد. طب ق تربيع 45 نحسبها ازاي؟ واحد على قوسين 45. يعني تعالى بجنب كده، مش القا ديت مقلوبة الجتا؟ طب ما تحسب انت جتا 45. جتا 45 بواحد على جذر 2 او جذر 2 على 2. طب مقلوبتها يبقى ق 45 اللي هي تطلع بكام؟ تشقلب بقى جذر 2. طب هو عايز يربعها، ما تربع جذر 2 يا عم الحاج، اهو جذر 2 أس 2 بالتفصيل اهو. التربيع هيطير الجذر يتبقى 3 بتساوي فاء زائد، والتربيع هيطير الجذر يتبقى 2. ايه رأيك موجب 2 تروح هنا في سالب 2، يبقى الفاء بتساوي التلاتة هيجي جنبها ناقص 2، يبقى 3 ناقص 2 بكام؟ بواحد، يبقى الفه بواحد. ايه تاني؟ لسه هنساوي كمان هنساوي ايه بايه تاني بقى؟ هساوي زتا 45، هكتبها قدامك اهو. يلا زتا 45 بتساوي ن زائد جتا تربيع 90. طيب يلا نكمل، يلا واحدة واحدة. طب ما انا عارف ان ظا 45 بواحد، يبقى زتا 45 برضو بواحد، شقلب الواحد يا باشا يبقى واحد. ن زائد، ما هو جتا 90 بصفر، وصفر أس أي حاجة بصفر، خلاص ن زائد صفر ملهاش لازمة، يبقى النون بتساوي كام بقى؟ بتساوي الواحد. انت عايز بقى، انا عايز م زائد ف ناقص النون. طب الميم بواحد زائد الف بواحد ناقص النون بواحد، واحد وواحد يدينا 2، واتنين ناقص واحد بواحد اللي هو الاختيار د. السؤال رقم 7 وده سؤال مهم وركز فيه بالله عليك. في فكرة صغيرة كده لو عرفناها تخلص المسألة بسرعة، وخدتها الترم الأول، هنقرأها مع بعض وشوف لو أنت فاكرها ولا لأ. بيقول لك إذا كانت المصفوفة واحد زائد تاء، وهنا واحد ناقص تاء وتاء وسالب تاء، وهنا ألف وباء وجيم ودال، فإن المعادلة التي جذراها ألف تربيع واتنين دال
يا أستاذ احنا الترم الأول لما كان بيدينا الجذرين كنا بنقسم الصفحة نصين، أجيب المجموع وأجيب حاصل الضرب، صح؟ اه والله العظيم، أجمعهم مرة وأضربهم مرة. طب ماشي، ما احنا لازم بقى نظبطهم عن كده. طب تعال نجيب له ألف تربيع لوحدها. هي الألف من فوق أصلا بتساوي إيه؟ قول لي كده. ألف من فوق أصلا بتساوي واحد زائد تاء. طب أنت عايز تجيب ألف تربيع؟ ما هو ألف تربيع يعني واحد زائد ت الكل تربيع. فاكر لما كنت بعلمك إن واحد زائد ت الكل تربيع إجابتها موجب اتنين ت وناخد نص الأس؟ طب لو أنا مش فاكر يا أستاذ، خلاص يا عم فك قوس أس اتنين هيطلع لك برضه اتنين ت. يبقى ألف تربيع ده أهي أنا ممكن أشيلها لك خالص كده أهو وأحط مكانها اتنين ت. طب بتعمل إيه يا أستاذ؟ يا ابني أنا بجيب الجذرين بس بطريقة سهلة. طب اتنين دال، طب ما انت عارف هنا ان الدال بتساوي ايه؟ قول لي كده. بتساوي سالب تاء. الدال بتساوي سالب تاء. طب هو عايز اتنين دال، يبقى اتنين في سالب تاء بسالب اتنين تاء. بص المسألة اكنها كده اهو بقى. اكن الجذرين بتوعك اتنين تاء وسالب اتنين تاء، بس خلصت اهي بقى. يلا الجذرين يا استاذ اكنهم اتنين تاء وسالب اتنين تاء، واقسم الصفحة نصين، اجمع مرة واضرب مرة زي ما كنت بقى بتعمل الترم الاول. يلا اتنين ت زائد سالب اتنين ت، وهنا اتنين ت في سالب اتنين ت. يلا يا باشا، هنا اتنين ت موجب في سالب بسالب، وهنا اتنين ت، يبقى طرحهم يطلع بكام؟ بصفر. آسف، جمعهم يطلع بصفر أو الطرح. اضرب الاول في الاتنين في سالب اتنين بسالب اربعة، ت في ت بت تربيع، وت تربيع بسالب واحد، فتخلي دي موجب. يبقى المجموع طلع بصفر والضرب طلع باربعة. فاكر لما كنا بنقول س تربيع ناقص مجموع الجذرين مضروب في س زائد حصل الضرب بيساوي صفر. ما هو عيب في الرياضة بقى نكتب صفر س دي احذف، ما هو صفر س يعني مش موجود س أس واحد، مش ما طلعش س تربيع، س تربيع ما قبلهاش صفر. ايه اللي اتبقى بقى؟ س تربيع زائد 4 بتساوي صفر. س تربيع زائد 4 بتساوي صفر، اللي هو الاختيار بقى يا شباب باء. خلي بالك من الأفكار اللي بتجيلك في ثواني كده وبتعلمنا حاجات من الترم الأول. السؤال اللي بعده رقم 8، بيقول لك إذا كانت س بالمصفوفة اللي قدام حضرتك دي كلها وصاد بالمصفوفة دي كلها، خد بالك ألف ناقص ب حاجة واحدة على بعضها، وألف ناقص ست حاجة واحدة على بعضها. طب يلا نساويهم. بس خد بالك إيه اللي هيحل السؤال. بيقول لك اضرب لي السين في اتنين وساويها بالصاد مدور. طب ما تيجي نضرب له يا عم السين في اتنين، كل حاجة جوه اضربها لي في اتنين. مليني بقى، مليني انت مش صغير. يلا اتنين ألف ناقص اتنين باء، خد مسافة. اتنين في واحد باتنين، تلاتة في اتنين بستة. يلا اتنين باء ناقص كام؟ أربعة بتساوي صاد مدور. طب ما تدور الصاد يعني الصف خلاه عمود، يعني هنا ألف ناقص ستة وتحتها ستة، هنا اتنين وتحتها أربعة ناقص ألف، خليت الصف عمود. هساوي كل حاجة باللي بتناظرها، يعني هنساوي ايه بإيه؟ الرقم الأول ده اهو هساويه بالأول ده اهو. مليني بقى. يبقى اتنين ألف ناقص اتنين باء بتساوي كام بقى؟ ألف ناقص الستة. طب ما تيجي ندخل دي جوه، هيبقى اتنين ألف هيخش لها سالب ألف، هيبقى كام؟ ألف. وكمل بقية المسألة، ناقص اتنين باء بتساوي سالب ستة. اركن دي على جنب مش هنعرف نحلها. طب أساوي إيه بإيه تاني؟ المطلوب إيه يا أستاذ؟ ألف زائد اتنين باء. ماشي ربنا يسهل بقى. ده الرقم اللي في الصف التاني العمود التاني، أساويه باللي بيناظره هناك اللي في الصف التاني العمود التاني. يبقى اتنين باء ناقص أربعة بتساوي أربعة ناقص الألف. طب نعمل إيه؟ إيه رأيك لو دخلت سالب ألف ده جوه وخرجت الأربعة ده بره؟ طب تعالى واحدة واحدة كده. اتنين بقى اهي، دخل سالب ألف جوه يبقى موجب ألف، لما خرج الأربعة تخرج بموجب أربعة، وفي أربعة يبقى كام؟ تمانية. بروزنا المعادلة دي هتحلهم تحت بعض. طب ما تشوف إيه المطلوب كده، جايز ما تحلهمش تحت بعض. المطلوب أصلا ألف زائد اتنين باء. طب ما أنت جايب ألف زائد اتنين باء أهو، ما الجمع عملية إبدالية، ما أنا ممكن أكتبها لك ألف زائد اتنين باء برضه بتساوي كام؟ تمانية، اللي هو الاختيار باء. لو نسيت وسهيت وحلتهم تحت بعض بالحذف يطلع برضو الألف بتساوي 8. السؤال رقم 9 وده سؤال عبيط جدا يعني، بيقول لك المصفوفة اللي قدامك دي على النظم كام في كام؟ هي فيها صف واحد بس، واحد فيه كام عمود؟ واحد اتنين تلاتة، يبقى تلات أعمدة، يبقى على النظم واحد في تلاتة. وما تقوليش واحد في تلاتة بتلاتة، لا يا باشا احنا ما بنضربش، أنا بقول لك على النظم كام في كام بس. السؤال رقم 10،
بيقول لك في السؤال رقم 10 إذا كانت المصفوفة ده هي بتساوي 3 اي، يعني المصفوفة اللي هي ألف وباء وجيم ودال بتساوي 3 في اي، ما الاي اللي هي مصفوفة الوحدة 1 0 0 1، عناصر قطرها الرئيسي 1 والباقي صفار. طب ما تدخل لنا 3 جوه، يلا. يبقى 3 0 0 3، يلا هنساوي، يبقى الألف هنا بتساوي 3، وإيه تاني إيه تاني، ده الدال هنا هتساوي 3 والباقي صفار، يبقى الألف ب3 ويبقى الدال ب3، وقول لي بقى الباء هتبقى صفر والجيم هتبقى صفر. هو عايز ايه؟ اجمع 3 زائد 3 زائد صفر زائد صفر اللي هو الإجابة تطلع 6. رقم 11 السؤال اللي قبل الأخير، بيقول لك ألف مصفوفة على النظم 2 في 2 حيث وكان ألف س ص، يعني السين هي الصف والصاد هي العمود. طب ما تيجي نكتب فوقها عشان ما ننساش، يبقى ده صف وده عمود. هو شرط الصف يكون س أو صاد؟ لا، على حسب الرمز الأول. الرمز الأول حتى لو اسمه إيه هيبقى صف. بيقول لك عايز تكون المصفوفة، اقسم لي كل صف على العمود. أنت عايز ألف واحد واحد، طب ما هو الصف بواحد والعمود بواحد، هو اللي قال لك اقسمهم. يبقى واحد على واحد في اللي بعدها واحد على الاتنين، في اللي بعدها اتنين على واحد، في اللي بعدها اتنين على الاتنين. طب ما الاتنين على الاتنين فيها الواحد، والاتنين هتطير مع الاتنين، ما هو برضه فيهم الواحد، واحد في كل الكلام ده هو برضه بكام؟ بواحد، اللي هو الاختيار ج. آخر سؤال معانا، وركز لي بقى في السؤال ده كده كويس. بيقول لك ألف بتساوي س واتنين وتلاتة عين صاد نون سالب تلاتة خمسة ميم، فأي مما يأتي يكفي لإيجاد قيم س. يعني أنهي واحدة في الاختيارات تعملها تديك السين، تكفي تكون هو معطى كافي مش محتاجة حاجة تاني. تعال نجرب عشان أفهمك. هل لو سويت الألف بالألف مدور تطلع تعرف تطلع السين هنا؟ والله تعال نجرب ولا ايه؟ تعال نجرب كده. ألف بتساوي ألف مدور. طب هات الألف. على فكرة لو ألف بتساوي ألف مدور يبقى المصفوفة ده هي متماثلة. طب تعال أقول لك على الحل أسهل. مش المفروض دي تبقى متماثلة؟ لو سويتهم ببعض برضه مش هتعرف تجيب السين. طب ما هي المصفوفة المتماثلة عناصر قطرها الرئيسي أنا قلت لك يعني ما بيكونش كله صفار، صح؟ المصفوفة المتماثلة مش لازم القطر الرئيسي كله يكون اصفار، ممكن في حالة واحدة تكون اصفار، وممكن في حالة واحدة تلاقيها مثلا صفر خمسة صفر، وممكن تلاقيها واحد اتنين تلاتة، مش ده في احتمالات كتيرة قوي. المتماثلة يا حبيب قلبي، الشبه المتماثلة قطر الرئيسي كله صفار، المتماثلة لا مش شرط. هو بيكون العناصر متماثلة حواليه، يعني الاتنين بتساوي العين، هنا التلاتة هنا وهنا السالب تلاتة وهنا النون وهنا الخمسة، صح كده؟ بس هنا قال لي ألف متماثلة. طب السين دي هتعمل فيها ايه ان شاء الله؟ مش عارف، ده فيها احتمالات كتير، ده ممكن تكون بصفر وممكن تكون بواحد وممكن تكون بخمسة، مش عارف. يبقى المطلوب الأول لا يكفي. عايز تساوي ألف بألف مدور براحتك، مش هتعرف تجيب السين. طب هل ألف تساوي سالب ألف مدور تكفي لإيجاد السين؟ الله على الشرط الجميل ده اهو كده، تعالى كده. لو ألف بتساوي سالب ألف مدور يبقى المصفوفة أصلا شبه متماثلة، صح؟ الشبه المتماثلة لازم إجباري قطرها الرئيسي يكون كله أصفار، صح؟ طب ما خلاص يبقى ده شرط كافي إن أنا أجيب السين، السين لازم تكون بصفر هنا، اشمعنى؟ ما هو قال لي شبه متماثلة، ما هو قال لي شبه متماثلة لازم يكون، ما ينفعش ده، ما ينفعش يكون بواحد، ما ينفعش يكون بسالب واحد، لازم إجباري يكون كله صفار، يبقى الشرط ده هو كافي عشان أعرف السين بكام. طب ألف مصفوفة قطرية، القطرية أصلا بيكون كل عناصرها صفار ما عدا القطر الرئيسي، لا مش مصفوفة قطرية دي أصلا. يبقى رقم باء هي اللي هتنفع، ده شرط كافي عشان أجيب السين. الشبه المتماثلة إجباري لازم قطرها الرئيسي يكون كله صفار. تمام كده يا شباب؟ كده الحمد لله خلصنا الاختبار التراكمي رقم 1. توفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.